السلام عليكم خوتي وخياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بفيديو جديد نتاع البركوكس، بما اننا أنا في وقت الشتاء والبرد، راكم تشوفوا الشتاء الله يبارك راه يتصب. قلت ندير معكم البركوكس ان شاء الله يعجبكم. هنا نبداو على بركه الله. شوفوا هنا جبت لي البركوكس هذاك اللي يفتلوه، هذاك الرقيق كامل، ما وسيتش البركوكس تاع الشري. هذا درت البركوكس تاع المفتول. فوالا، هنا عندنا كيله كما راكم تشوفوا بول. انا درت على حسب افراد العائله، وانتم اذا عندكم عائله تاعكم كبيره ضاعفوا الكميه تاع البركوكس. وفي جهه واحد اخرين كان يقولوا لهم حمصه. فوالا، هنا في القدر تاعنا نديروا كميه تاع الزيت. هنا اللي عنده شويه سمن يدير شويه سمن ولا شويه زبده. انا درت هنا شويه تاع الزيت برك. هنا درت زوج قطع تاع الدجاج، كان عندي هذا واش كان عندي متوفر في الدار. هنا ديروا حبه بصل تكون ملحيه كيما كتشوفوا. فوالا هكذا. وهنا نغطيو عليها حبه فص تاع الثوم يكون كبير كيما كتشوفوا. هنا النهار اللي درت البركوكس كانت الشتا خيط من السما. قلت والله ندير البركوكس معاكم، قلت نديرو لولادي وقلت نبارطاجيه معكم. علاش لا بالك يعجبهم يديروه. فوالا، هنا حطيت القدره تاعي فوق النار باش تسخن. وهنا نوري لكم المكونات اللي حنضيفهم. هادو من المكونات اللي حنضيفهم: شويه قرع، شويه زروديه، والحشيش. هنا حطيت كما كتشوفوا القدره فوق النار. نخلو هذاك الدجاج يتقلى مليح مع البصل والزيت حتى كي يتحمر. وتشوفوا هذاك البصل تحسوه بدا يتقلى بيان. فوالا، لازم المأكولات تاعنا لازم نقليوها بيان باش نحصلوا على النتيجه المليحه. مام الماكله تاعكم تجيكم بنينه كي تقليو الحاجه. هنا نقعدوا في كل مره نخلطوا ونقلبوا في هذاك الدجاج كما كتشوفوا هكذا. نزيدو نخلوها تتقلى. ومن بعد هنا نجي نضيف حبه زوديه وحبه قرعه وكميه تاع الحشيش وشويه حمص كما كتشوفوا. كما الخضره قطعوها صغيره. هنا اللي حب يزيد حبه تاع بطاطا مقطعه مربعات صغيره يزيد. انا ما كنتش عندي بطاطا، اكتفيت غير بالقرعه والزروديه، قطعتهم ديكيب صغار كما كتشوفوا. ونخلطوا مليح هذوك الخضروات مع الدجاج هذاك، ونزيدو نخلوها تتقلى بيان. فوالا كما كتشوفوا. هنا نجي نضيف عليها حبه تاع طوماطيش تكون صغيره، تكون غابي وتكون حمراء. فوالا، ونضيفوا معها ملعقه نتاع الطماطم مصبره، ملعقه ماشي معمره بزاف كما كتشوفوا. فوالا هكذا. وهنا نزيد نضيف معهم التوابل على جهه. درت هنا الملح، فلفل الكحل، شويه كمون وشويه اكري وشويه كركم. فوالا، وهنا اللي حاب يزيد يدير راس الحانوت يدير راس الحانوت. فوالا، نكونوا نخلطوا كامل هذوك المكونات اللي درناهم، نقلبوا مليح هذاك المكونات ونخلوها تتقلى. فوالا كيما كتشوفوا. هنا نجي نغطي عليها ونخليها تواسي في غردها، تتقلى في غردها. ومن بعد نولوا ليها. بعد ما تقلات شويه زدت عاودت وليت ليها، فتحت الغطاء كما كتشوفوا، ونزيد نقلب هذوك الخضره مع الدجاج هذيك، نزيد نقلبهم بيان ونشوف هي تقلت بيان كما كتشوفوا هكذا. ونزيد نخليها تتقلى للمره الثالثه. فوالا، هنا بعد ما جيت قلبتها المره الثالثه نزيد نقلبها ونجي نمرق على جهه. هنا نجي نمرقوا بالماء سخون، لازم تكون الماكله تاعكم لازم تمرقوها بالماء سخون، بلا ديروا الماء بارد. باسكو الاخر الماكله كي تقلوها كي تمرقوها بالماء البارد راح تتقرصل لكم. الوغ كل حاجه مرقوها بالماء سخون مام باش تزيدوا باش تكمل ثمثم طيب لكم الماكله. من بعد هنا غطيوها وخلوها طيب في غردها. كي تشوفوها غلات
هنا بعد ما غلا المرقه تاعنا وطاب شويه الدجاج، نجي نضيف هذيك الكميه تاع البركوكس مع المكونات الاولى ونخلوها طيب على نار متوسطه حتى تشوفوا البركوكس تاعكم طاب لكم والخضره طابت والدجاج طاب. فوالا كما كتشوفوا نحو هذاك الدجاج كي طيب، نحو هذاك الدجاج نفتوه ونحطوه بجهه. هنا شوفوا هنا بعد ما طاب لي، شوفوا هنايا، شوفوا هنايا لازم البركوكس تخلوا فيه لاصوص. اذا خليتوه يشرب كامل ومن بعد كي تطفولو تصيبوه الشرب يولي كامل مواسي. الوغ البركوكس توجو خلوا فيه لاصوص باسكو هو كي يبرد ينشف، يزيد يشرب ويزيد ينشف. هنا بعد ما طاب لي حكمت هذاك الدجاج فتتو بجهه، ودوك هنا نجي نحط لكم البركوكس في الطبسي كما كتشوفوا، ونزينو بالدجاج هذاك والحشيشه. جا البركوكس ولا اروع، جا بزاف بنين، سيرتو كان مع الشتا يجي ولا اروع. على بالي بلي ولادكم حيجي يعجبهم، وسيرتو كي يكون البرد في الدار وتكون الشتا تصب وتاكلوا حاجه سخونه تدفيو بهم بها كلشكم. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، البركوكس بالخضره والدجاج. وقلت لكم يجي بزاف هايل، يجي بزاف بنين واقتصادي وما يكلفش. على بالي بلي تجربوه وتكومونتيو لي ان شاء الله. واذا حبيتوا اي وصفات تاع يوميه قولوا لي. فوالا ما تنسوش بالجيم والبارطاج. نتلاقاو في وصفات اخرى. مع السلامه.